امشي كمل. اسمعني. أنا اسمي كريم مصباحي، تابع الاتحاد المكفوفين وتابع لسونتر دو باز فيزيون، أستاذ تفكير إسلامي بالنيابة في معهد أبو القاسم الشابي صفاقس 2، ونعاني من إعاقة بصرية، وماجستير في اختصاص مقارنة الأديان. نهار 6 جويلية كان عندي رونديفو مع سعادة الجربوعي، مشيت له من 9 متاع الصباح للساعتين وانا نستنى، في الاخر قالوا لي راهو خرج. قلت لهم مش معقول، انا جاي من صفاقس، دخلوني البيرو وحدي وسكروا علي البيرو، خلوني وحدي في البيرو من الساعتين للاربعة متاع العشيه، في الاخر قالوا لي راهو خرج الله غالب، هاو نمروه لا ريتنا لا ريناه. كلمته من رقمه، قلت له سي عادل انا كريم جيتك كيفاش؟ قال لي انا ما نعرفكش كيفاش تحبني نقابله؟ قلت له هو مش بالمعرفه، انا جيت دوسيي. قال لي هاو خرجت على روحي. قلت له تعمل مزيه نقابلك غدوه. قال لي باهي. بت في الشارع نهار الخميس 6 جويلية حتى جاء نهار الجمعة 7 جويلية، قابلته. قلت له سي عادل أنا كريم وهذا دوسية تابع اتحاد المكفوفين وهذه الحالة الاجتماعية. هز الدوسي هكا، قال لي تهنى أنا ملفك باش نحيلوا على رئاسة الحكومة وباش نحطوك ضمن الحالات الاستثنائية. فرحت. قلت له وقتاش نطلبك سي عادل؟ قال لي 10 أيام وطلبني. وانا هابط من عنده يعرضني سي منير الحداد. فتك انا هابط، دزيت على الباب، قال لي سيس على الباب، ما ريتوش انا الباب. اخذها الدوسي سي منير الحداد وقال لي تهنى وتو نطلبوك. صارت ال10 ايام، طلبته حطني في الليست نوار في البورتابل، نلقاه ديريكت حطني في الليست نوار. بعث له ميساج في الفيسبوك، كان الجواب بلوكاني الفيسبوك باش نفسر له الوضعيه. ريسي عادل شنو نجم نعمل، انا اللي جيت. كلمته من رقم اخر، قال لي سي كريم ما هواش كن فيكون هو. قلت له نعرف لكن انا نحب نعمل دوسيه وين. قال لي نوعدك في سبتمبر تو نكلموك وثم حاجه. سبتمبر جاء وجاء التحوير الوزاري ولا هو كاتب دوله. كلمته سي عادل كيفاش؟ قال لي يا اخي تحتج علي انا خرجت سايق. قلت له يدوسي وين؟ وعلق علي التليفون. ولا الاتصال بشكون بمنير الحدادي اللي هو خذا الدوسي اللي هو الكاتب العام لوزاره التربيه انذاك. خذا الدوسي قال لي تهنى سي كريم تو نكلموك وكل شيء. جاء المدير الديوان الجديد اللي هو محمد علي الوسلاتي عيط لي وكلمني، قال لي قبل جانفي نسويو وضعيتكم يلفك في رئاسه الحكومه. كلمت رئاسه الحكومه واعطوني رقم المديره العامه للوظيفه العموميه فضيله الدريدي. قالت لي انا دوسيك ما عنديش، اما نوعدك لكان يجيني دوسيك تو نريقلوه وتو نكلم وزاره التربيه يبعثوه. كلمت وزاره التربيه قالت لي قل لهم يعطيوك رقم إحالة الملف. قلت لهم اعطيوني رقم إحالة الملف وزارة التربية. وليت كل من طالبهم لأنه حاجة رسمية برقم إحالة الملف إلا ويماطلوني ويسكروا علي التليفون. الحصيل رسميا بعد هالمماطلات هذه الكل ما يخرج الدوسي من وزارة التربية إلا بتاريخ 1 نوفمبر ورقم إحالة الملف 21/320 ويجي للمديرة العامة للوظيفة العمومية. واللي مواكب الحالتي زاد سي سيد بلال الكاتب نتاعو محمد أمين عاشوري اللي هو عمل مجهود واتصل بوزارة التربية قال لهم انتم تعدوا فيه بعثوا الدوسي وكل شيء، واتصل بالوظيفة العمومية. الوظيفة العمومية تحيل الدوسي لوزارة المالية بتاريخ 15 نوفمبر ورقم إحالة الملف 019/515. يقول لي سي جمال المازري اللي هو المسؤول على المالية في وزارة التربية انه وزارة المالية وافقت على انتدابي، ودليل هدايا حطوني كاتيجوري صنف A2، كاتيجوري صنف A2، وهذا خصيصا لي على عكس ما يروجوا فيه هم. قالوا لا وزارة المالية قالت ثم فراغ وكو، والحال مش صحيح. وزارة المالية جاوبت على دوسية انا وحده، دوسية خرج من هنا وحده، دليل انه الكاتبة متاع رئيس الديوان وزارة المالية بعثت كرسي هز الدوسي. ونهار 22 نوفمبر يرجع الدوسي متاعي وحده بالموافقة من وزارة المالية ورقم إحالته 2020. كان من المفروض بشهادة الكاتب متاع سي سيد بلال انه الدوسي سيء بريسك مازال تصحح الوظيفة العمومية وبعد الكاتب العام لرئاسة الحكومة، وبشهادة الكاتبة عفيفة متاع الكاتب العام لرئاسة الحكومة قالت لي نجموا نعملوا الترخيص الاستثنائي وكل شيء. بعد ما يريعنا الا سي محمد امين عاشوري الكاتب متاع سي سيد بلال يقول لي راهم هم معطلين لك الدوسي، كان مفروض الدوسي سيء يخرج من رئاسة الحكومة. شنو هي التعلات
الحياة متاعهم. قال شنو انت تخرجت 2017 يعني كيفاش المالية توافق لك؟ الحديث هذايا ما يتقالش لي انا، يتقال وزارة المالية اللي انتم بعثتوا لها الدوسي باش تستشيروها في وضعيتي وجاوبتكم بالرد. اليوم سي جمال المازري شافني معتصم، انا اليوم ثالث نهار في اضراب جوا، ومعتصم جاء متاع المالية وهبط لي قال لي عجب احنا وافقنا، شبيه الدوسي نتاعك لتو هنا. معناها هذا نتعرض للمظلمه. الكاتب العام نتاع رئاسه الحكومه امس يشوفني داخل، قلت له سيد الكاتب العام سي الهادي، ما حبش يجاوبني الا ما عيط جاني، قلت له سي الهادي وينه ملفي؟ قال لي احنا للشؤون الاجتماعيه. مشيت للشؤون الاجتماعيه قالت لي يكذبوا عليك، يحبوا يعاودوك للنقطه صفر من الاول. جيت نفسر له ضربني هكا بيده قال لي يا اخي ما تفهمش انت، وحقرني ودخل. انا اليوم في اضرابي الجوع ثالث نهار، انا نطالب المسؤولين، نطالب بحقي بمظلمه، وهاني اعطيتكم رقم الوثائق ورقم كل شيء، والناس والكتبه يعرفوا لي انا في مظلمه، والعديد من الحقوقيين وكثير من النواب قالوا لي انت في مظلمه. انا نطالب انه يتم على